السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد هنشوف فيه الأميرة سمارة يحيى زوجة حارس المرمى المصري أبو جبل بتبهر الإعلامية وسفيرة التراث الجزائري نوال القاضي بطريقة لبسها وحفاظها على اللباس التقليدي الجزائري في كل مناسباتها وفي كل الصور بتاعتها اللي بتشارك بها متابعينها من خلال السوشيال ميديا وغيرها. نوال القاضي اتكلمت عليها وقالت ان هي منبهرة جدا بيها وبطريقتها وبطريقة لبسها ومحافظتها على اللباس التقليدي الجزائري، وان هي كمان بتروج ليه وبتحافظ على التراث الجزائري بتاعها الأصيل. كلنا عارفين ان سمارة يحيى ملكة جمال العرب عام 2019، وهي لها متابعين كتير على السوشيال ميديا وبتبهر متابعيها دايما باللباس التقليدي الجزائري بتاعها. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع تاني مع بعض. راح نشوف صورة أخرى. صورة أخرى من فضلك، صورة أخرى ليحيى سمرة، وهي ملكة جمال العرب 2019 جزائرية أكيد. في كل مرة نشوفوها بلباس تقليدي جزائري، هذا الشيء يعني مبادرة جميلة. نعم، كانت لي فرصة أني تلقيتها وحكيت معاها. حبوبة البنت كثير وشابة ما شاء الله عليها وجميلة، إن شاء الله تمثل الجزائر أحسن تمثيل، ومثقفة، درست في لندن، وكان جمعنا بلاتو في قناة جزائرية وكان لي الشرف أني شفتها، ودائما سعيدة أني نتلاقى مع بنات بلادي دائما هكذا، مثقفات جميلات يمثلوا البلد أحسن تمثيل. فروعة. شكرا لك نوال قاضي. ربما شفنا مع بعض انبهار نوال القاضي بلباس الأميرة سمارة يحيى، وقد ايه ان هي بتحافظ على التراث الجزائري بتاعها واللباس الجزائري بتاعها الأصيل، وشفنا قد ايه ان هي بتحافظ عليه. وده كمان ترويج من خلال سمارة يحيى للباس التقليدي الجزائري زي الكراكو والقفطان الجزائري العاصمي والقندورة القسنطينية. يا رب يكون الفيديو عجبكم. استنوا ان شاء الله في فيديوهات تانية. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.